في الأول خليني أوضح لكم إيه هي الخطوات اللي هنعدي عليها في الكورس. الخطوة الأولى وهي خطوة إنشاء حساب إعلاني. الخطوة التانية وهي خطوة اختيار الهدف الإعلاني الصح، يعني زي البراند أويرنس اللي هي الوعي بالعلامة التجارية، والريتش اللي هي الوصول، والتفاعل والإنجيجمنت، وهنتكلم بتفاصيل بعدين عنهم. الخطوة التالتة استهداف الجمهور، والخطوة دي من أهم الخطوات في الحملة الإعلانية. نجاح الحملة بيتحدد بنسبة كبيرة جدا على قد إيه بتستهدف الجمهور الصح. فيسبوك بيتيح ليك أدوات كتير تقدر من خلالها تحدد الجمهور اللي يناسب منتجك أو خدمتك. الخطوة الرابعة إعداد الإعلان أو الأد كريشن. بعد ما بنختار الهدف الصح وبنحدد الجمهور اللي بنستهدفه، بتيجي للخطوة اللي هتظهر فيها شغلنا كله، إعداد الإعلان. الإعلان هو اللي هيظهر للجمهور، ولو مش معمول بشكل احترافي الناس مش هتتفاعل معاه. الخطوة الخامسة تتبع وتحليل الحملة، Tracking and Analyzing. بعد ما بتنشئ إعلانك ما ينفعش نقف عند كده، لازم تتابع وتراقب الأداء بتاع الحملة باستمرار علشان تقدر تحسن النتائج. وفيسبوك بيوفر لك مجموعة من الأدوات اللي بتساعدك تتابع أداء الحملة بالتفصيل. الخطوة السادسة شرح الجمهور المشابه أو Lookalike Audience، ودي هتفيدك جدا في مرحلة إعادة الاستهداف.